اضطر الممثل التركي مراد يلدريم التوقف عن تصوير دوره في مسلسل الحديقة السرية لمدة أسبوع، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية في العين. وحسب مصادر صحفية فإن مراد يلدريم أحس بآلام في العين وتوجه إلى أحد الأطباء للكشف على عينيه، فنصحه الطبيب بضرورة خضوعه لجراحة بأسرع وقت ممكن منعا لتفاقم المشكلة. وأخذ مراد يلدريم بنصيحة الطبيب وخضع للعملية التي تمت بنجاح. وبعد أسبوع راحة سيعود يلدريم إلى مواقع التصوير لمواصلة المسلسل. مراد يلدريم يقوم بدور ديمير أكشينار رئيس شركة أكشينار للهندسة المعمارية، وتشاركه البطولة إبرو شاهين التي تقوم بدور نازلي. ديمير يكتشف أن شقيقه المتوفى لديه ابن، ويقرر البحث عن أرملة شقيقه نازلي وابنها، ثم يتصارعان الاثنان من أجل الحصول على حضانة الطفل. وقد تم تغيير اسم مسلسل مراد يلدريم للمرة الثالثة، إذ أصبح اسمه الحديقة السرية بعدما كان يحمل اسمي حكاية حب وعثر علي، إذ أعلنت شركة MC فيلم الشركة المنتجة للعمل أنه سيحمل اسم الحديقة السرية بشكل نهائي. وتم تصوير العمل في عدد من المناطق من بينها مراكش في المغرب وقبرص وإسطنبول، وسيعرض على قناة ناو.